راه كاين الاجرام، راه وراءه جنود الخفاء اللي مسؤولين عن الاجرام. راه كتلقى حنا عندنا البزناز هنا، كتلقى المقدم والقائد مجمعين مع البزناز. المقدم واقف مع البزناز اللي خصو يبلغ بالبزناز، كتلقاه واقف مع البزناز. كدوز كتلقى القائد واقف حدا البزناز، ها هو كيبيع الحشيش حدا القائد ما غيقدش يبلغ به. يعني واش هادو سلطات ولا كيبيعوا الفخر؟ شنو بغينا نعرفوا هاد الناس كيديروا؟ هاد الناس هادو ما دايرينش خدمتهم. انا البارح هضرت قلت غير حق وكنقولوا ونبقى نقولوا، واخا يبقى فيا عرق كيزدح، انا هاد الناس غنموت من اجل هاد الناس، نساهم بروحي رحنا رجال ونموتوا رجال. حنا الاباء ديالنا من المحاربين القدماء اللي خرجوا الاستعمار من هذا الوطن هذا الحبيب. واخا الناس بغاو يكرهونا في الوطن ديالنا، هاد المسؤولين مع المرات كلهم، حنا كنموتوا على الوطن ديالنا وكنموتوا على الملك ديالنا. وحنا ضد اعداء الوطن وضد الزفزافي، وعاش الملك. حنا ما غنستسلموا. وراه هاد الناس هاهما دور الله يجازيك بخير لداك الكاميرا، هذاك السيد هذاك وهذوك، هاد الناس راه ما دايرينش، هاد الناس هادو الخدمه ديالهم، هاد الناس هادو راه ما دايرينش خدمتهم. هادو كيجيو كيخليو هاد العصابات اللي كيدوروا دابا بالعلم ديالهم هادشي كيوقع، وتقدروا تقلبوا تلقاو المكالمات دارت بيناتهم وكيعيطوا لهم كيقولوا هربوا، حيت هاد الناس كيستعملوا القرقوبي كيبقاو كيعترفوا كيقول لك حنا راه عيطوا لنا وقالوا لنا خويو. وهاد الناس كيدوروا اكوتي د الولايه، هاد الحي جاي بينه وبين الولايه 600 متر. الور هنا تعرف بان هاد الناس راه كاينين جنود الخفاء اللي خدامين مع هاد الناس، وهذه هي الحقيقه. وانا راه ما غنستسلمش لهاد الناس، واخا يبقى فيا عرق كيزدح. انا هاد الناس ما غنستسلملهمش. هادشي هذا راه السلطات راه ما دايرينش خدمتهم. انا ماشي كنتناقض، البارح قلت هضره ودابا كنقول هضره، اليوم عاد كشفت الحقيقه. البارح قلت فعلا السلطات داروا الخدمه ديالهم، ولكن دابا تكشفت الامور بان السلطات كاينين ماشي كلهم، كاينين شي بعضين وراء هاد المجرمين ومع هاد المجرمين، وكيشدوا الفلوس من عند هاد المجرمين، وعندهم كونتاكت معاهم وعندهم اتصال معاهم. وهذه هي الحقيقه، حيت البلاد راه ما غادياش للقدام، راه غاديه غير اللور 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 اللور. حنا كنهضروا على حومتنا، حنا درنا هاد الشيء، غيرنا المنكر، وها الجزاء ديال تغيير المنكر. كون كان المخزن داير خدمته، كون لقى القبض على هاد الناس وما نوقعوش في هاد المشاكل. وهذه هي الحقيقه. وهاد الناس كنقولها وكنزيد نعاودها بوجه احمر، والخوف من الله والشد من الله. هاد الناس راه ما دايرينش خدمتهم اسيدنا، هاد الناس راه ما دايرينش خدمتهم. راه الباشا والقايد والمقدم راهم هذا ورث ديال سيدنا، هذا قصر المهدي قصبة مولاي الحسن الاول. هذه الوالدين ديالنا محاربين القدماء سكنوا هنا، سكنهم محمد الخامس رحمه الله، سكنهم هنا. جاو هاد الناس بقاو كيبيعوا ويشريو في هاد الحومه، كيدخلوا الناس كيسكنوهم، كيقولوا اش غدير؟ بني بيت انت وسقفوا بالقصدير. هما ردوها دور الصفيح. واش القصور دور الصفيح؟ هذا قصر ديال سيدنا، هذا ورث ديال سيدنا. وهاد الناس سيدنا راهم كيديروا في الشعب ما بغاو. هاد الناس راه ما دايرينش خدمتهم، هاد الناس راهم مكرفسين على الناس وراهم مكرفسين علينا. وهاد الناس راهم ممولين هاد المشاكل. كون كانوا السلطات كيديروا خدمتهم، راه هاد الناس ما غاديش تلقاهم شي مشكل كيوقع. كتلقى هاد الناس هادو الانسان كيتشد عنده جريمه ديال 10 سنين د الحبس، كيوقعوا تدخلات، كيجيو كيصدق داك السيد عنده معارف، اما كتلقى عنده الاخت ديالو، انا خدمت في لوطيلات، اما الاخت ديالو عاهره، وحضرت على بزاف د الاجتماعات بلا ما نسمي السميات، عنده الاخت ديالو عاهره، كتلاقى بالمسؤولين داخل لابواط ديال لوطيل وكيركبوا التجاره. وداك المجرم اللي كيكون غيدي 10 سنوات كياخذ 4 شهور الحبس، وما كاينش شي واحد غيقد يهضر مع المسؤولين يقول له اش كدير، كيقول له خدمتي ما تورينيش فيها. وهذا هو السيستم اللي غاديين به هاد الناس. والمسؤولين راهم دايرين ما بغاو. راه حنا اسباب هاد الوقفه وسباب هاد الاحتجاجات راهم المسؤولين سيدنا. جلاله الملك كنبغيوك وكنموتوا عليك، حنا معاك، حنا ابناء المحاربين. راه سباب المشاكل ديال هاد الوقفات اللي كيوقفوا هاد الناس راه هما المسؤولين. كون كانوا المسؤولين كيديروا خدمتهم، راه تا مظاهره ما غتخرج في ارض الوطن كامله من طنجه للقويره. راه هاد الناس هما السبب المظاهرات. ها هو دابا، ها انا مشيت كنسبب
في الخير غنغيروا منكر. انا شنو وقع لي وما غنستسلمش، والشد بالله والخوف بالله، فهمتي؟ وهذه هي الحقيقه. وهذه البلاد هذه، وحنا حاليا راه حنا عندنا جلسه مع البزناس ومع شي عصابه راهم مشدودين معاه، كنا ناويين نشفقوا على شي ناس على وجه والديهم. حنا غنتابعوا غير السيد اللي معني بالامر اللي دايرين به العريضه، ولكن دابا ما غنتنازلوا حتى شي واحد، بحيث هذا الشيء راه ما تيبشرش بالخير، بحيث الانسان من بعد التنازل تيوقع المشكل، وبالتالي كنوليو حنا اللي ظالمين. حنا ما ظالمين حتى شي واحد، حنا كنطالبوا بالحقوق ديالنا. راه كاينين كاين المقدم وكاين القايد وكاين الباشا، هما وراء هذه الفتنه اللي واقعه. هذه هي الحقيقه. اشوفني على الباشا، انا كنقول الحقيقه. ونزيد حاجه اخرى، الكوميسير د الويتيام بزاف د الحوايج عطيناه اليو اس بي نصور، انا نصور البزناز فيديو نصورو، وعطيت للكوميسير د الويتيام الدائره الثامنه المنطقه الثامنه ديال الامن الوطني، عطيته اليو اس بي ما قدموش مع الدوسي ودار اللي بغا. حنا سنينا على اقوال ما عارفينش علاش كنسنيو، فاش مشينا للمحكمه لقينا الهضره ديالنا ما كايناش في المحضر، وهاد الناس راهم كيديروا ما بغاو. راه البيزنس، راه اللي عنده شي سلطه في هاد البلاد راه الا ما صورش 30,000 ريال راه ما صور والو. هذا هو الواقع اللي وقع في هاد البلاد. انا كنشهد وحضرت على جلسات قاموا في اوطيلات خدمت فيهم ديال المسؤولين بلا ما نسميهم، كيجيو كيركبوا التجاره في الارواح وفي بزاف د الحوايج، والانسان المجرم اللي يستاهل ياخذ واحد العقاب كيطلقوه كيمشي بحاله، واللي ما يستاهلش يمشي للحبس راهم مساكن مسجونين في الحبس. وهذه هي الحقيقه د البلاد. عادات الناس يديروا معاهم بحث راهم في السجون مظلومين. حنا كنهضروا على حومتنا ما نعمموش، حنا مظلومين. ها الحقيقه. وغادي تشوفوا الفيديو الاول كنهضر ما فيا حتى شي حاجه، ودابا حاليا وماشي مشكل، والشد بالله والخوف من الله. وهذا الشيء كامل جاي عن طريق المسؤولين. كون كانوا المسؤولين دايرين الخدمه ديالهم راه ما يوقعش لاي مواطن في هذا البلد العزيز حتى حاجه. المسؤولين راه هما اللي منوضين هذه الفتنه، المسؤولين سيدنا هما اللي كيديروا الفتنه باش كيخرجوا الناس وكيديروا المشاكل وكيخليوا الشعب ينفجر، والضغط كيكون انفجار. راه هاد الناس راهم غاديين جارين، راه سايقين الفلوكه غيوقع لها كي التيتانيك يدخلوها في شي جبل. راه